السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا شيماء بقدم اسهل وابسط الوصفات. هنعمل النهارده مع بعض مربى المشمش. الحقوا عشان هو خلاص بيمشي دلوقتي. انا هنا جبت كيلو مشمش، ولا منه ناشف قوي ولا منه مستوي. غسلته حلو قوي، فتحته من جوه، شلت البذر وغسلته حلو قوي، ونزلت عليه بنص كيلو سكر وليمونه. رفعته على النار وهنا بدأت تغلي. طيب زي ما انتم شايفين كده في بدأت يعني ريم ابيض يظهر كده في الحله. مفيش مشكله خالص، ابدأي شيليه. لو كتير يعني لو كتير ولزم الامر وحاسه ان منظره اوفر قوي، لا شيلي على قد ما تقدري منه. بس خلي بالك ما تشيليش يعني ايه، شيله عمال على بطال. كل ما يتهيألي ان في ريم ابيض اشيل طبعا نص المربى انت كده هتشيليها، لكن انا بشيل الكميه الاوفر قوي اللي على الوش اللي مضايقاني. بسيبه يغلي كويس قوي، ايدي في المربى كل شويه اسيبها، لو حتى بعمل حاجه ارجع لها تاني واقلبها، وخلي بالك لا تشريط منك. زي ما انتم شايفين هنا خلاص استوت، ما عادش فيها ريم ابيض. المشمش تقريبا بقى بيوريه. عايزه تضربيها اكتر مفيش مشكله، هتبداي تجيبي البرطمانات او الاطباق اللي عندك. طيب انا ما عنديش برطمانات جديده، اعمل ايه؟ ابداي هاتي البرطمانات اللي عندك، اغسليها حلو قوي، نشفيها بفوطه مطبخ تكون نظيفه قوي جدا. وقبل ما تنشفيها طبعا طريقه الغسيل ازاي، نزليها في ميه بتغلي، بعد كده بنشفها حلو قوي واعبي المربى بتاعتي. اهم حاجه اوعي تقفلي البرطمان وهي سخنه، لانها هتعمل ميه فتعفن بسرعه. بعد كده اقفلي البرطمان حلو ونزليه في ميه سخنه، وكلي احلى مربى انضف واوفر من اللي بيجيبيها جاهزه من الشارع. لو عجبك الفيديو ادعمني بلايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.